جملة عن دراجة تدهس قدمه فهو يريد الضحك. هذه كلها مشاعر يريد الناس إثارتها لديك. امنحهم إياها. ويمكن تلخيص الجانب الأخير كالآتي: فلك ثم امنحهم هذا الشعور. ربما يبدو لك أنه من الصعب تماما القيام بذلك في اللحظة نفسها، لكنه أسهل مما تتصور، إذ أن قدر المشاعر المتوقع منك في أن تمنحها يظل ضئيل جدًا. الفرح، الغضب، حس الدعابة، الانزعاج، التعجب، الفضول. إذا فكرت في معظم ما قاله لك الناس خلال الأسبوع الماضي وما قلته للآخرين، فإن تلك القائمة القصيرة ستغطي تقريبًا جميع أسس الاستجابات الشعورية التي تبحث عنها، كما تغطي الجزء الأكبر من الأسباب التي تجعلنا نتشارك قصصًا عن حياتنا. قصة الكلب الذي يطعم قطة على سبيل المثال، ما السبب في أن يحكي لك شخص ما هذه القصة لكي تشعر بالانزعاج، بالتعجب، بالفرح؟ إنها على الأرجح بهدف الفكاهة والفرح. ومن ثم الآن عليك أن